ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. تعالوا نشوف ازاي تقضي ال4 سنين بتوع كليه حاسبات. قبل ما اكلمك في اي حاجه، حابب اعرفك ان الفيديو ده عن تجربه شخصيه، ومش شرط اللي انا بقوله ده يظبط معاك، بس انا حابب اقول لك الغلطات اللي انا عملتها ومش عايزك تعملها. كل واحد ليه تجربته الشخصيه، في اللي مثلا قضى ال4 سنين من غير ما يعمل حاجه، ولما اتخرج ذاكر واشتغل. في اللي سبت في تراك من اول لما دخل الكليه. النهارده انا جاي انقل لك التجربه الشخصيه بتاعتي، فمن غير ما اطول عليكم تعالوا نخش في الموضوع على طول. عندك اول سنه وهي سنه الاساسيات. السنه دي انت محتاج ما تعملش غير حاجه واحده بس، وهي ان انت ما تخرجش من اول سنه غير وانت مظبط البيزكس بتاع البرمجه. انت هنا بقى دور ايه هي البيزكس وايه اللي محتاج تتعلمه، وبالمناسبه انا كنت عامل فيديو عن الموضوع ده هسيبه لك تحت في الديسكربشن. طيب ليه اصلا تذاكر البيزكس، وهل هي فعلا تستاهل ان انت تقعد فيها سنه؟ فردا على السؤال ده، نفترض ان انت بتاخد بيزكس بالسي بلس بلس، وبعدها انت هتخش على البروبلم سولفنج وتاخد توبكس زي مثلا توبكس عن الداتا ستراكشر، توبكس مثلا عن الالجوريزمز، وتخش بقى تحل في البروبلمز والحاجات دي. في خلال ما انت بتحل بتتعلم حاجات تظبط الكود بتاعك زي السوليد برنسبلز او الكلين كود، او تتعلم حاجات زي النتورك. كل دي حاجات بيزكس هتظبط الكود بتاعك. يعني انت هتكون خارج من اول سنه انت بتقدر تكتب كود. انت هنا مش هتوصل ان انت بتكتب كود وخلاص، لا بالعكس، انت هتذاكر معظم التوبكس اللي انت ممكن تلاقيها في اي لغه برمجه انت بعد كده ممكن تاخدها للتراك اللي انت داخله. وفي خلال ما انت بتذاكر البيزكس اقرا عن التراكات اللي موجوده في المجال، وخد فكره عن كل تراك، واسال وشوف ودور، بحيث ان انت يكون عندك اوفر فيو عن الدنيا ماشيه ازاي. ممكن برضو في اول سنه تشوف التراك اللي شدك وتبدا تاخد فيه التوبكس بتاعته وتمشي فيه، والموضوع ده اوبشنال مش شرط تعمل. بعد ما عديت سنه اولى نيجي بقى لاول اجازه هتقابلك في حاسبات. انت هنا هيكون معاك حوالي 3 شهور اجازه، ابتدي ان انت تقوي نفسك اكتر في البيزكس بتاع البروجرامنج. ولو انت في البروبلم سولفنج، والمفروض يعني يكون في البروبلم سولفنج، فحل اكتر وشوف توبكس حل عليها اكتر. وكمان في الاجازه دي انت المفروض تكون ظبطت البيزكس بتاعك في اول سنه، فانت ساعتها تقدر ان انت تجرب اي تراك وانت مطمن. وفي كمان حاجه ممكن تعملها في مسابقه اسمها اي سي بي سي، دي خاصه بالبروبلم سولفنج، غالبا هتكون سمعت عنها. شوف الكوميونتي اللي عندك في الجامعه وخش معاهم، دي هتفيدك جامد في موضوع البروبلم سولفنج. مش شرط ان انت تكون رايح اول سنه ان انت تجيب مركز هناك، بالعكس انت هتروح تشوف الدنيا ماشيه ازاي، تشوف تعمل كونكشنز. يعني الحاجات دي فعلا اللي انت هتكون يعني هتستفيد بيها من اول سنه. كده انت خلصت اول سنه بالاجازه بتاعتها، نيجي بقى لتاني سنه. سنه تانية بقى انت المفروض خلاص بقيت ظبطت الدنيا في البيزكس على الاخر، ولو انت ما اخترتش تراك في الاجازه او في سنه اولى، فانت هنا بتبتدي بقى ان انت لازم تخش في التراكات. بتخش تراكات بقى لو انت مش مستقر على تراك معين، تبدأ تجرب تشوف الدنيا ماشية ازاي. مثلا انت شفت الفرونت عجبك، مشيت فيه شوية، ما عجبكش خلاص بتقوم مشفت للتراك تاني، وهكذا. او لو انت قرأت كويس عن التراكات وفي تراك شدك قوي وخلاص انت قررت ان انت هتستمر على التراك ده لحد ما تتخرج، خلاص انت اتكل على الله وابدأ تذاكر التراك من سنة تانية لحد ما تتخرج ان شاء الله. ولو انت ذاكرت مثلا التراك فترة بعدها جيت ان انت يعني حسيت ان ده مش شغفك، او ان انت حابب تجرب حاجة تانية، عادي ممكن ان انت تجرب حاجة تانية. وما تقلقش، الوقت اللي انت بتذاكر فيه التراك ده مش هيروح على الارض خالص. عندك مثلا تراكات زي الداتا، يعني التراكات دي بتخدم على بعضها اصلا، مفيش حاجة فيها هتذاكرها هتقع منك. وكذلك اي تراك هتذاكر فيه شوية، او هتذاكر فيه عموما، او هتحط فيه مجهود، يعني مفيش مجهود هيروح على الارض. كل ده نوليدج بتخدم عليك بعد كده في الحاجات دي يعني. فبالمختصر المفيد، سنة تانية ما تخرجش منها غير وانت مختار التراك بتاعك، او على الاقل جربت التراكات اللي موجودة في المجال. مش شرط خالص تكون جربتهم كلهم لان ده حاجة يعني شبه مستحيلة، بس على الاقل يكون عندك اوفر فيو ودخلت فعلا في كل في التراكات اللي انت عايزها. ساعتها هتقدر ان انت تحدد انهي تراك ان انت هتكمل فيه بعد كده. كده خلصنا سنه تانية، نيجي بقى للاجازه التانية اللي معانا في حسابات. ودي الاجازه اللي لازم تستثمرها كويس في حاجه تنفعك، لان انت ساعتها هتكون خلاص فهمت البيزكس، وكمان فهمت التراكات، وغالبا هتكون ان انت رسيت في تراك خلاص. وهيكون برضو قدامك المسابقه بتاع الاي سي بي سي، انت متاح تخشها في اي سنه في الجامعه. فانت ساعتها لو انت كملت حل من اول ما دخلت الكليه، هيبقى غالبا انت بقالك سنتين بتحل. ف
قدم وان شاء الله انت لو جبت مركز هناك دي بتبقى يعني حاجه جميله ان انت تحطها في السي في، بتقل السي في بتاعك من الاخر. وخليك دايما متابع الجروبات اللي بتنزل تدريبات في الشركات وكده، ممكن ان انت تدور على تدريب زي ده وتقدم فيه وتتقبل وتروح وتبقى يعني تتعلم حاجه فعلا. لو انت خدت تدريب في الوقت ده هينفعك جامد. ولو انت قدمت وما اتقبلتش ما تزعلش او ما تتضايقش خالص، انت كمل في طريقك وكمل على الرود ماب اللي ماشي عليها، او كمل في التراك اللي انت بتذاكره عموما. تعالى بقى لسنة تالتة، ودي يعتبر من أفضل السنين اللي هتعدي عليك، ودي السنة اللي غالبا هتكون فاهم فيها أنت بتعمل إيه، لأن أنت بالمختصر كده عديت يعني على البيزكس وفهمت الدنيا، وكمان عديت على التراكات، وغالبا هتكون سبت في تراك. لو انت ما ثبتش في تراك عادي برضو يعني ممكن انت تكون لسه بتجرب، دي بتختلف من شخص للتاني. في السنة دي لازم 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 ان انت تقوي نفسك في التراك بتاعك. يعني انت خلاص ثبت في تراك ان شاء الله، فانت لازم ان انت تاخد نولج منه على قد ما تقدر، وكمان تعمل مشاريع فيه برضو على قد ما تقدر. كل ما عملت مشاريع اكتر دي بتديك خبرة عملية، وبتديك ادفانتج عن الناس اللي معاك في التراك. وكمان اهتم قوي بموضوع الجيت هاب. لو انت بتذاكر مثلا وعملت ملخص لحاجه ارفعه على الجيت هاب. برضه اهتم بموضوع لينكد ان، نفس الموضوع، لو انت بتذاكر ولخصت حاجه ارفعها عليه. الكونكشنز اللي هتجيلك من الحاجات دي هي فعلا اللي هتنفعك قدام لما تيجي تدور على شغل. فانت من الاخر سنه ثالثه دي اتشقلب فيها، اعمل كل حاجه، شوف قطع نفسك في التراك بتاعك. وكمان لو انت لقيت نفسك ان انت وصلت لحته كويسه، مفيش اي مانع ان انت تبتدي تشوف شغل سواء فريلانس او فول تايم، على حسب انت وصلت الخبرة قد ايه في المجال. نيجي بقى الاجازة التالتة، ودي الاجازة اللي 100% لازم ما تعديهاش غير وانت واخد تدريب او انترنشيب من شركة. قبل كده في الاجازه اللي فاتت لو انت ما كنتش اتقبلت في التدريبات، لان معظم الشركات اصلا ما بيبقوش عايزين في التدريب غير اللي بيكون خلاص قدامهم سنه ويتخرجوا، فانت قدم في كل تدريب حرفيا ينزل قدامك لحد ما تتقبل في واحد ان شاء الله، لان فعلا الحاجات دي بتديك خبره، وكمان يعني بتاخد شهاده ان انت تحطها في السي في بتاعك. الشهاده مش مهمه والكلام ده كله معروف، بس فكك من الشهاده يا عم، انت بتاخد نولج فعلا من شركه. الكلام ده كله معروف بقى، ما انا زهقت بصراحه. نيجي بقى لاخر سنه وهي سنه رابعه. طبعا هيكون عندك فيها مشروع تخرج. بجانب المشروع هتعمل الحاجات دي، حاول تدور على شغل او تاسكات تعملها في التراك بتاعك، لان انت غالبا هتكون قضيت وقت فيه كتير يعني. فانت ابتدي شوف السوق السوق شغال ازاي، شوف تاسكات تعملها. مش شرط ان انت تشتغل شغل فول تايم، لو لقيت شغل فول تايم انزله عادي، هيضيف لك. وما تعملش موضوع الوقت ده عادي، اضغط نفسك على الاخر، بس الكلام ده هيفيدك بعدين. فانت في السنه دي بجانب ان انت برضو لسه بتقوي نفسك في التراك بتاعك، وحط تحت بتقوي نفسك دي 100 خط، لان انت مهما وصلت من خبره لسه دايما في حاجات انت ممكن تتعلمها. وزي ما هو متعارف عليه، انت مهما وصلت من النولج حتى لو اشتغلت بعد 10 سنين انت برضو لسه بتتعلم. فما تهملش موضوع التعليم ده حتى لو انت يعني ربنا كرمك واشتغلت. انت خلاص كده بجانب المشروع بتاع التخرج بتاعك، حاول ان انت تدور على شغل سواء فول تايم او بارت تايم، او تعمل تاسكات فريلانس، اي حاجه، بس خد فكره عن السوق ماشي ازاي. وبكده تكون خلصت الاربع سنين بتوع الكليه. في بعد كده التدريب بتاع الاي تي اي في 4 شهور وفي 9 شهور. ممكن لو انت حابب تقدم فيه قدم، ده بيبقى تدريب كويس جدا. وكمان لو انت ما عملتش حاجه في الاربع سنين بتوع الكليه، ممكن التدريب ده يظبطك جامد. بس اصلا يعني الفلتره اللي بتتعمل في الاي تي اي وانت داخل، بتاخد امتحانات زي اي كيو وانجليزي وحاجات تانية في التراك بيسألوك عنها، فمش اي حد حرفيا بيتقبل في الاي تي اي. فدي حاجه ترجع لك، ممكن انت تقدم فيها او ممكن ما تقدمش عادي خالص. هو مش قرآن انت لازم تروح اي تي اي عشان تشتغل، لا عادي خالص. لو انت شايف نفسك ان انت مستكفي والنولج اللي عندك تأهلك ان انت تشتغل، خلاص كمل في طريق الشغل. بس لو انت عادي شايف ان انت لسه عايز تتعلم وناقصك حاجات، او في حاجات انت مش مظبطها، ممكن تقدم على الاي تي اي. هل بقى الاربع سنين بتوع الكليه، في نصيحه مني لوجه الله عن تجربه شخصيه، وبقول الكلام ده وانا واثق منه في 100%. ما تحاول ما تخليش الاربع سنين بتوع الكليه يعدوا عليك غير وانت دخلت ستودنت اكتيفيتي اللي موجوده في حاسبات. مش زي الجروبات اللي متعرف عليها، اللي نعمل مثلا ندوه عن كذا، او مش هنعمل جروب مسرح، او مش عارف ايه، او الكلام اللي متعرف عليه في الجامعات ده. لا بالعكس، الستودنت اكتيفيتيز اللي موجوده في حاسبات دي فعلا حاجات بتفيدك في التراك بتاعك. وكمان في خلال الاربع سنين بتوع الكليه، انت لو جيت تبص على الاستفاده فعلا اللي انت طلعتها من المواد بتاع الكليه، هتلاقي كل ماده يعني كبيرها انها بتفتح لك حاجه في التراك بتاعك.
لو انت مثلا خدت كورس داتا ستراكشر فهتلاقي الكورس غالبا ما هوش كامل، غالبا انت بتكون عايز تزود عليه من بره، وده الطبيعي لان مفيش حاجه يعني هتقدر انها تلم لك العلم كله في كورس واحد. فانت دايما بتكون المواد بتاع الكليه دي مفتقره لحاجات انت بتكملها مع نفسك من بره. فمن خلال ستودنت اكتيفيتي انت تقدر ان انت تستفاد من الاربع سنين بتوع الكليه دول استفاده 100%. طب ليه برضو هم بيعملوا اصلا في ايه؟ ستودنت اكتيفيتي بتبقى تيمات متقسمه لناس، يعني في مثلا الهيد وسوبرفايزر والكلام ده كله، بس بيبقى ناس ماسكين الموضوع ده وبيبقى طلاب زيهم زيك، بس الطالب بيكون مثلا في سنة رابعة أو في سنة تالتة ووصل لخبرة كفاية فعلا إن هو يقدر يفيدك أو يفيد غيرك من التراك بتاعك. والحاجات دي بتبقى منظمة فعلا وبتبقى كويسة جدا إنها تديك معلومات إنها تفيدك في التراك بتاعك. أنت تقدر تعتمد على الستودنت اكتيفيتي في الجامعة بتاعتك لو هو كويس فعلا إن أنت تذاكر منه التراك، لأن بيكون زي ما قلت لك حد أتقل منك في التراك او اقدم منك، فهو خد التجربه بتاعتك دي فبينقل لك الريسورسز اللي هو ذاكر منها وبيفيدك وبيكون واقف معاك، بحيث ان انت لو وقفت عليك حاجه او عايز مثلا مصدر تذاكر منه، وبيكونوا عاملين بلان ان انت يعني هو التراك مثلا فيه هتذاكر فيه 10 نقط، فهم عاملين تايم لاين ان انت في خلال شهر كذا هتكون مخلص كذا وعامل تاسكات كذا، فبتبقى الدنيا متقسمه وحلوه ومعاك كمان ناس بتذاكر معاك نفس التراك بتاعك، وده فعلا بيفيد جامد. كمان بره موضوع التراكات والكلام ده انت بتعمل كونكشنز، بتعمل معارف دي تكمل معاك بعد كده. انت دلوقتي لو اتخرجت ومثلا في واحد زميلك كان معاك في الاستوديو اكتيفيتي ده وهو عارف ان انت كويس ولا قدامه شغلانه ومش عارف ايه، فهيفتكرك على طول وهيعرف ان انت كان مناسب للوظيفه دي، فخلاص هيقوم مكلمك على طول. انت تقدر تعمل كونكشنز من الحاجات دي كويسه. نكون خلصنا الاربع سنين بتوع الكليه، والف مبروك على التخرج وربنا يوفقك ان شاء الله. ولو استفدت من الفيديو ده بحاجه ما تنساش تعمل لايك وشير سبسكرايب وفولو وتبعته لصاحبك عشان تعمل كونكشنز وتظبط الدنيا. ولا مفيش اي حاجه واضحه ممكن تعلق لي في الكومنتس تقول لي يا محمود ما فهمتش الجزئيه دي وانا هرد عليك. بس السلام عليكم.